إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلا شك أنكم تابعتوا وتتبعوا الملف ديال زكريا بوخلال. الآن الجامعة الملكية تلجأ إلى القضاء دفاع على النجم زكريا بوخلال. الجامعة برئاسة فوزي قجع دخلت على خط الإساءة لنجم المنتخب الوطني المغربي زكريا بوخلال من قبل أحد المواقع الإلكترونية. وقالت الجامعة في بلاغ لها على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكريا بوخلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022. تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا كل الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال. وأشارت الجامعة إلى أن اللاعب أبان عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي. وأدانت الجامعة بشدة تعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكريا بوخلال، ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية. وإحنا وراء الجامعة الملكية لكرة القدم، وإحنا كلنا مع زكريا بوخلال، وبالتوفيق إن شاء الله في هذا الملف.